السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا أحلى متابعين في حلقة جديدة ومهمة جدا. معاكم رجب الأسمراني. النهاردة هنتكلم عن موضوع كبير شاغل العالم كله، وهو سد النهضة. القصة اللي مليانة تفاصيل من أول ما بدأت الفكرة لحد المشاكل السياسية والخطر اللي ممكن يواجه شعوب كاملة بسبب السد ده. ركزوا معايا في الحلقة دي عشان هنعرف كل حاجة عن سد النهضة خطوة بخطوة. بص يا صاحبي، الموضوع ما جاش من فراغ. سد النهضة مش حاجة اتبنت فجأة كده، لا، الحكاية بدأت من زمان جدا، من أيام الستينات والسبعينات، لما كان في دراسات معمولة عن النيل الأزرق. أثيوبيا كانت دايما شايفة إن عندها نهر ضخم بيمر من أرضها، لكن ما بتستفدش منه زي ما هي عايزة. فكان حلم عندهم يبنوا سد كبير يولد كهرباء ويوفر لهم تنمية اقتصادية. لكن الفكرة فضلت على الورق فترة طويلة بسبب مشاكل سياسية واقتصادية، لحد ما في سنة 2011 فجأة أعلنوا إنهم هيبنوا أكبر سد في أفريقيا على النيل الأزرق. القرار ده كان مفاجئ للجميع، خصوصاً لمصر والسودان، لأن النيل بالنسبة لنا مش مجرد نهر، ده شريان حياة. مصر مثلاً 97% من ميتها جاية من النيل، فأي لعب في المية معناه خطر مباشر على الشعب المصري. ومن هنا بدأت القصة تدخل في صراع طويل جداً بين الدول الثلاثة. لما أثيوبيا أعلنت رسمياً عن السد كان في حالة صدمة، لكن هم استغلوا إن مصر وقتها كانت مشغولة بالظروف السياسية الداخلية بعد 2011، وابتدوا بسرعة يحطوا حجر الأساس ويبنوا السد. سموه في الأول سد الألفية، وبعد كده بقى اسمه سد النهضة. المشروع ضخم جدا، اتكلف مليارات الدولارات، وشارك فيه شركات دولية ومهندسين من كل حتة. السد ارتفاعه حوالي 145 متر وطوله أكتر من 1700 متر، يعني مشروع مش سهل خالص. أثيوبيا كانت بتسوق الفكرة لشعبها على إنها مشروع قومي هيغير مستقبل البلد، وإنهم هيبقوا مصدر كهرباء لأفريقيا كلها. لكن في الجهة التانية مصر والسودان كانوا قلقانين جدا، لأن ملء بحيرة السد معناه إن المية اللي بتوصلهم هتقل، وده يأثر على الزراعة والشرب وحتى الكهرباء في السد العالي. مصر طول عمرها معتمدة على النيل بشكل كامل، يعني أي نقطة مية بتفرق. السد جه بالنسبة لنا مش مجرد مشروع عند جيراننا، ده ممكن يكون خطر وجودي. الخبراء في مصر قالوا إن لو أثيوبيا ملت بحيرة السد بسرعة، ده ممكن يقلل حصة مصر من المية بشكل ضخم، وده يضر ملايين المزارعين ويأثر على إنتاج الأكل كمان. ممكن يتأثر السد العالي اللي هو أساس الكهرباء في مصر. الناس بدأت تسأل، طيب لو أثيوبيا قررت تتحكم في المية، يبقى حياتنا كلها في إيدهم. وده اللي خلى مصر تبدأ تتحرك دبلوماسيا في كل اتجاه، اجتماعات، مؤتمرات، تحكيم دولي. لكن لحد النهاردة لسه الموضوع معلق ومفيش اتفاق نهائي. بعد ما أثيوبيا بدأت تبني في السد، مصر والسودان ما كانوش واقفين يتفرجوا. بدأت المفاوضات على طول، واتعملت اجتماعات بين وزراء الري والخارجية في الدول الثلاثة. مصر كانت بتقول إحنا مش ضد التنمية عندكم، بس المية دي حياتنا. وكان في كلام إنهم يعملوا اتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد. لكن أثيوبيا كانت طول الوقت بتمشي بأسلوب السد ده مشروع قومي عندنا ومش هنسمح لحد يوقفه. ومن هنا بقى التوتر يزيد، كل اجتماع كان بيخلص من غير نتائج واضحة، والشعب المصري بقى متابع الأخبار يوم بيوم عشان الموضوع ده بيمس كل بيت. تخيل معايا انت بتشرب من المية دي وبتزرع أرضك بيها، فجأة تحس ان في حد ممكن يتحكم في صنبور حياتك. في الوقت ده كان في ناس بتقول الحل لازم يبقى عسكري، وناس تانية شايفة ان الحل الدبلوماسي أفضل. لكن في الآخر مصر فضلت متمسكة بالمفاوضات، لأن الحرب مش سهلة وملهاش مكاسب طويلة. الموضوع ما وقفش عند حدود مصر وأثيوبيا والسودان، الموضوع دخل فيه أطراف تانية كتير، الولايات المتحدة، الاتحاد الأفريقي، وحتى دول الخليج حاولوا يتوسطوا. كل طرف كان ليه مصالح سياسية أو اقتصادية.
أثيوبيا كانت بتاخد دعم مالي من دول عايزة تستثمر في الكهرباء اللي هيطلع من السد، ومصر كانت بتكسب تعاطف دولي عشان تشرح إن حياتها كلها معتمدة على النيل. والسودان كان موقفه متأرجح، ساعات مع مصر وساعات مع أثيوبيا، لأن عندهم مصلحة برضو إن السد يقلل الفيضانات اللي بتأذي أراضيهم، لكن في نفس الوقت خايفين من إن أثيوبيا تبقى عندها قوة كبيرة بالتحكم في المية. فبقى الموضوع معقد جدا، شبكة مصالح متشابكة وكل طرف عايز يطلع بمكسب. هنا بقى نرجع للناس البسيطة، المزارع اللي عنده فدان قمح أو أرز في دلتا النيل. الراجل ده عايش طول عمره على فيضان النيل وميته، لما يسمع إن المية ممكن تقل يبقى حياته في خطر، يعني إنتاج المحاصيل ممكن ينهار، اللحمة والخضار والفواكه أسعارهم هتزيد. غير كده الكهرباء اللي جاية من السد العالي ممكن تقل، يعني حتى البيوت ممكن تتأثر بالموضوع. الناس بقت قلقانة جدا، وفي كمان خبراء بيتكلموا عن تأثير بيئي، يعني ممكن النيل يتغير مجراه أو الحيوانات اللي عايشة فيه تتأثر. فالموضوع مش بس أكل وشرب، ده مستقبل أجيال. واحدة من اللحظات اللي عملت جدل كبير كانت لما أثيوبيا أعلنت إنها بدأت تملى بحيرة السد لأول مرة. الموضوع ده حصل من غير اتفاق واضح مع مصر والسودان. مصر اعتبرت إن ده خرق لكل الاتفاقات اللي اتكلموا عنها، والناس في مصر بدأت تخاف أكتر. هو أثيوبيا خلاص بتنفذ اللي هي عايزاه من غير ما تسمع لحد؟ الإعلام اشتعل والناس بقت في حالة غضب. أثيوبيا من ناحيتها كانت بتقول ده حقنا وإحنا مش بنضر حد، لكن الواقع إن مجرد إن البحيرة تتملع معناه إن حصة المية اللي واصلة لمصر والسودان قلت فعلا، وده كان ناقوس خطر اللي بيأكد إن الخطر مش مجرد كلام، ده بقى واقع. مصر بعد ما شافت إن أثيوبيا بدأت تملى من غير ما تسمع لحد، زودت تحركاتها الدبلوماسية واتجهت لمجلس الأمن في الأمم المتحدة وقدمت شكوى رسمية، وقالت للعالم يا جماعة إحنا مش ضد التنمية، لكن دي حياة 100 مليون إنسان. الموضوع بقى على مائدة الكبار، أمريكا، أوروبا، روسيا، وفي دول وقفت مع مصر وقالت فعلا المية قضية وجودية. لكن في نفس الوقت أثيوبيا كانت بتلعبها صح إعلاميا، كانت بتقول إحنا شعب فقير وعايزين نطلع من الظلام، مصر واخدة نصيب الأسد من المية من زمان، فالناس بره بقت محتارة مين عنده حق، وده اللي خلى المفاوضات الدولية تفضل ماشية في دايرة مفرغة. لازم نعرف برضو إن السد مش مجرد مشروع اقتصادي لأثيوبيا، ده مشروع قومي بيجمع الشعب كله، يعني حتى الناس العادية هناك ساهموا بتبرعات عشان السد يتبني. الإعلام الإثيوبي كان بيصوره على إنه رمز للكرامة الوطنية، فاللي يعارض السد هناك كأنه بيعادي بلده، وده خلى أي تنازل في المفاوضات بالنسبة لهم شبه مستحيل. القيادة السياسية هناك بتعتبر إن التراجع عن السد معناه انهيار شعبيتها، وعلشان كده مهما اتكلمت مصر أو ضغطت صعب إن أثيوبيا توقف أو حتى تقلل طموحاتها. السودان كانت في النص، مرة تقول إحنا مع مصر عشان المية حياتنا برضو، ومرة تانية تقول إحنا كمان ممكن نستفيد من السد، يقلل الفيضانات ويخلينا ناخد كهرباء. الموقف المتردد ده خلى أثيوبيا تحاول تكسب السودان ناحيتها، ومصر تحاول تكسب السودان ناحيتها برضو. لكن الشعب السوداني نفسه كان منقسم، في ناس شايفين إن السد فرصة، وناس خايفين من أي كارثة تحصل لو السد انهار أو حصل خلل فيه. يعني الموضوع بقى لعبة شد حبل بين التلاتة. الخبراء المصريين كانوا دايما بيحذروا من سيناريوهات صعبة، زي مثلا لو السد اتبنى غلط وحصل فيه شروخ أو انهيار، ده ممكن يعمل فيضان مدمر يوصل لحد الخرطوم ويمس حتى مصر. غير كده مجرد إن أثيوبيا تتحكم في بوابات السد معناه إنها ممكن تستخدم المية كورقة ضغط سياسية، يعني لو حصل خلاف سياسي يفتحوا أو يقفلوا المية زي ما هم عايزين. وده مش مجرد كلام، ده خطر استراتيجي حقيقي، والمصريين بدأوا يسألوا إحنا مستعدين لأي احتمال ولا لأ؟ وسط كل الجدل ده طرحت حلول كتير. في ناس بتقول الحل إننا نتفق على جدول لملء وتشغيل السد، وفي ناس تانية بتقول لازم مصر تدور على مصادر مية بديلة زي تحلية مياه البحر أو مشروعات صرف جديدة، وفي أصوات متشددة بتقول لازم حل عسكري
قصف السد قبل ما يبقى خطر أكبر. لكن الحل العسكري ليه مخاطر رهيبة، ممكن يولع المنطقة كلها في حرب. فالأغلبية شايفين إن الحل الأفضل هو التفاوض المستمر، بس التفاوض محتاج نية صافية، ودي مش موجودة لحد دلوقتي. اللي جاي أصعب من اللي فات. لحد النهاردة مفيش اتفاق نهائي يرضي كل الأطراف. أثيوبيا مصرة تكمل في السد وتولد كهرباء وتقول للعالم إحنا أحرار في أرضنا، ومصر مصممة تقول المية دي مش رفاهية، دي حياة أو موت. والسودان واقف بين الاتنين، مش عارف يميل لمين. المستقبل كده شكله مجهول. هل هيحصل اتفاق قريب ولا هنفضل في دوامة مفاوضات سنين طويلة من غير نتيجة؟ الموضوع مفتوح على كل الاحتمالات، لكن الأكيد إن اللي هيحصل في السنين الجاية هيحدد مصير أجيال كاملة في مصر والسودان. القصة دي علمتنا دروس كتير. أول درس إن لازم أي دولة تكون جاهزة لحماية مواردها الطبيعية. ما ينفعش نستنى لحد ما المصيبة تحصل ونبدأ نتحرك. لازم يكون في خطط بديلة، مشروعات مية جديدة، طرق حديثة للزراعة عشان نوفر استهلاك. تاني درس إن السياسة مش لعبة سهلة، كل خطوة محسوبة، ودي قضية بتوضح إزاي الجغرافيا ممكن تحكم مصير الشعوب. وفي الآخر الموضوع مش بس سد ومية، ده اختبار حقيقي لقدرة الشعوب إنها تدافع عن حقها بالحكمة والقوة في نفس الوقت. سد النهضة لسه قائم ولسه الخلافات مستمرة. ممكن بكرة نسمع عن اتفاق يطمن الجميع، وممكن بعده نسمع عن أزمة جديدة تشعل التوتر. القصة مش بسيطة ومش هتخلص بسرعة، لكن اللي نعرفه إن النيل عمره ما كان مجرد نهر. النيل هو حياة وتاريخ وهوية، ومن حق كل شعب يعيش على ضفافه إنه يحافظ على حقه. إذا أعجبك الفيديو قم بدعمنا بالضغط على اللايك والاشتراك في القناة لمشاهدة المزيد من هذه المواضيع الممتعة. كانت معكم قناة عشوائي، ومعاكم رجب الأسمراني، وإلى اللقاء في فيديو آخر. واللي جاي محتاج صبر وحكمة كبيرة، وإحنا كمصريين لازم نفضل متمسكين بحقنا ونثق إن الحل هيجي مهما طال الوقت.